بقول الحمد لله والشكر لله. مبروك لأولمبي كاسف، مبروك للاعبين، مبروك للجمهور، مبروك للمكتب، مبروك لكل المدينه. بتلعب الرجاء ماتش مش سهل. الحمد لله والشكر لله. حتى كمان كنت مغلوب واحد وترجع للمباراه، ده شيء مش سهل، ولكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان محالفنا. اتمنى التوفيق يحالفنا الفتره الجايه. احنا بصراحه بنتعب نجتهد. الحمد لله السيناريو اللي عملناه النهارده للمباراه اجبرنا الرجاء ان يلعب الكره الطوليه. ضغطنا عليهم في نص الملعب. عرفنا ان الرجاء اخر 4-5 ماتشات بيلعب الكره الصغيره والكره اللي من العمق، ولكن الحمد لله والشكر لله قرينا المباراه كويس قبل المباراه، عملنا السيناريو ربنا وفقنا فيه. اجبرنا الرجاء ان يلعب الكره الطوليه، والكره الطوليه خدنا الكره الثانيه، وده اللي قلته للعيبه بين الشوطين. ولكن الحمد لله والشكر لله، الاول والاخر توفيق ربنا كان معانا الحمد لله. اول حاجه كنشكر الجماهير اللي جاو يساندونا اليوم الكثير، اللي صراحه اللي ديما كيجيو يساندونا. كنشكر مكونات اولمبيك اسفي على الدعم ديالهم. كنشكر اللعابه اللي قدموا اداء جيد. ان شاء الله هذا العام هذا غادي نقولوا كلمه ديالنا ان شاء الله. الصراحه كل ماتش وماتش الرجاء فريق اللي كيعرفوا الجميع. الحمد لله اليوم احنا كنا مقصرين في هذه المباراه. ان شاء الله باقي اولمبيك اسفل تقول الكلمه ديالو في قادم الدورات ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه لمقابله اليوم نورمال غادي نكونوا متوقعين ان نفوزوا قدام الجماهير ديالنا. هذا راه حق مشروع ديال اي فريق. حتى شي فرقه يعني ما خصهاش حتى شي فرقه ما خصها يعني تصغر من القيمه ديالها. لازم تكتبها كده وتقولها. حتى فرقه ما خصها يعني تنقص من القيمه ديالها. حنايا قدام الجماهير ديالنا ما نسمحش اننا مازال نجيبوا شي تعادل ولا شي خساره. كنا طامعين بزاف على 3 نقاط باش نبقاو في السبور الترتيب من الاوائل. الحمد لله تحت لنا هذا الشيء هذا. نتمنوا ان شاء الله نكملوا على هذا المنوال باش ان شاء الله في اخر السنه نحققوا شي حاجه. شكرا.